زهقتي من الطبيخ؟ زهقتي من الروتين العادي بتاع كل يوم؟ نفسك تعملي صينية لضيوفك تعجبهم وتستاهل عالي ويقولك تسلم ايدك؟ عايزة اقولك يعني شوية مشاوي فعلا فعلا حكاية، مش هتتعبي كتير ومش هتتضايقي كتير فيها، وما فيهاش افتكاسات خالص. تمام. اللحمه دي عامه انتوا سالتوني كتير جدا جدا جدا، وناس بعتت لي كومنتس كتير جدا جدا، انتي بتعملي ازاي اللحمه دي؟ فين مقاديرها؟ فين وصفتها؟ يا جماعه هي ما فيهاش افتكاسات، هي طاجن، بس طاجن فخار، يعني فخار نضيف، او سي اللي انتي حباه. لو حتى اللي بيلمع من جوه هيمشي معاكي برضو، بس انا بحب الطواجن القديمه، يعني اللي هي انتي اللي بتعمليها في البيت. تمام. انا بجيب اللحمه بتاعتي، ان كانت ما بتاخدش سوا او بتاخد سوا كتير هقولك الطريقتين. تمام. اللحمه اللي بتاخد سوا هقولك هنحط لها ايه، واللحمه اللي ما بتاخدش سوا برضو هقولك. كملي معايا الفيديو للاخر. تمام. بس قبل شيء متنسيش تحط اللايك، الاشتراك، بتتابعني من اني بلد، وانا اتشرف جدا جدا بكل اللي بيتابعوني وكل اللي بيشتركوا في قناتي، على عيني وراسي من فوق. واي شيء حابين تكلموني فيه كلموني، زي اللحمه دي كده برضك ما الكل يكلمني فيها. انا حطيت اللحمه قصادكم كده، والله ما حاطه فيها اي شيء تاني، ولا حاطه ملح ولا حاطه فلفل اسود ولا حاطه اي شيء من اي شيء من التوابل. اللحمه بتبقى تستاهل عالي جدا وطعمها حلو جدا من غير ما بتحطي التوابل بتاعتها. تمام. طيب انا زي ما انت شايفه كده ماشيه، عوزت الطاجن بس حته سمنه، وبعد كده اهوت رصيت اللحمه بتاعتي. طب انا خايفه ان اللحمه بتاعتي بتاخد سوا، اعمل ايه؟ كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده اهوت هحطها قصادك. ماشي. طب انا اللحمه بتاعتي ما بتاخدش سوا خالص و10 دقايق وبتبقى حلوه، يبقى ما احطش ميه، كفايه الماده الدهنيه اللي انا حطاها وحته اللي انا حطاها او الدهون اللي في اللحمه. تمام. اكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه، ان الفرن بتاعي يكون حامي. ده اساس اللحمه بتاعتنا، اساس الطاجن. تمام. طبعا انا عندي غطا دوت اغطيها واحطها، لانها مش هتطلع بخار. ما عنديش غطا، طب ورقه زبده وورقه فويل، وندهن ورقه الزبده حته سمنه او حته زيت عشان اللحمه ما تلزقش فيها. لو غويتها يبقى مش لازم ان انت تدهنيها، وهتستوي معاكي وتطلع بالمنظر اللي انت شايفه الصوص بتاعها ده. عايزه اقولك خطير خطير خطير، والله طعمه حكايه. تمام. عفوا. نقوم عاملين ايه؟ كوبايه فيها شويه ميه، ونقعد نحط فيها معلقه بودره زعفران، ونعصي اللحمه بتاعتنا، بتوديها في حته تانية خالص، اكنك روحتي اشهر محلات اللي معروفه عندنا هنا في مصر. تمام كده. وبعد كده ندخلها الفرن، هتدي تست عالي خالص. طبعا عايزين بقى نعمل فراخ مشويه. دي ميه بصل، ميه بصل بتاعت كفته، فاضت منك اي حاجه. حاطين فيها كيس صلصه قصادك اهو، هحط فيها زيت، فلفل اسمر، جنزبيل. هي قطعت من الحته دي معلش عفوا. هنحط بقى هنا قصادك اللي انا نسيت احطها عامه، هنحط معلقتين بهارات المشاوي. عايزه اقولك النوع ده نضيف جدا جدا، انا مش بعمل دعايه عنه والله ولا اي حاجه، بس انا الحاجه اللي بتعجبني انا بقولها لكم يا جماعه، ربما تكون قصادكم وتجيبوها. لو ما ظهرش الاسم ممكن اكتب لكم على الخاص لو حد يكلمني يعني، او قال لي البهارات اللي انت حطيتيها دي ايه. بجد ادت تست عالي جدا، ادت ريحه عايزه اقولك قلبت الشقه، وادت طعم جبار. تمام. هنقلبها حلو جدا، ونقطع الفرخه بتاعتنا تقطيع عشوائي، تقطيع صغير زي ما انت حابه. هنجيب صينيه، عندك طاجن حطي فيه، عندك صينيه حطي فيها. طب عندي صينيه ألمونيا ادهنها ماده دهنيه عشان ما تلزقش فيها. تمام. لازما الماده الدهنيه بتعمل عازل للحاجه. طب انا خايفه تلزق اكتر، حطي في قعر الحله الصينيه الألمونيا ورقه زبده، مش هتلزق معاكي خالص. تمام كده. انا برص الفرخه بتاعتي اللي انا قطعتها تقطيع صغير عشان طبعا الصوص يخش في جميع الجهات بتاعتها.
وايه ونعملها حلو، يعني نرصها رصة عشوائية براحتك جدا. تمام. وهندهنها من على الوش. تمام. ونحط بقية الصوص فين في الصينية. ليه هنحط بقية الصوص؟ لان احنا من تحت ما دهناش حاجة، فاوريدي الصوص بتاعنا هينزل من تحت. بصي شربي فوق اهم حاجة جامد قوي، عشان مفيش حتة تشرب وحتة لا. مش هغطيها ولا اي حاجة طالما الفرخة بتاعتنا ما بتاخدش سوا. لان في فرخة على فكرة بتاخد سوا، البلدي او كده، الاحمر او الابيض ما بياخدش سوا قوي. تمام. فتفضلي تعصي كده بالفرشة بتاعتك او بايدك، ايا كان الحاجة اللي عندك متاح بيها اعمليها. احنا طبعا في البيت وايدينا في المية على طول وفي الحاجة. بصي انا رشتها اهيت، وترجعيها فين في الفرن. طبعا الفرن يكون حامي، الفرن يكون حامي يا جماعة للمشاوي. ليه؟ الفرن لما بندخل الحاجة سخنة فيه بيعمل صدمة، بتقفل المسام اللحمة بتاعتنا، ما بتنزلش مية، وتبقي تحسي ان الحاجة كده مهمطة. نيجي لسلطة الطحينة. سلطة الطحينة دي أساسية من زمن الزمن، فيها افتكاسات وفيها تغيرات، وكل واحد حسب الطعم بتاعه. بس المشاوي اللي احنا عاملينها ما ينفعش معاها الا السلطة دي. طبعا الطحينة عندك كلكعت ونشفت في اخر البطرمان او اي حاجة، شوية مية سخنة وتقومي حطها فيها. ليه المية السخنة؟ بتعمل عملية ذوبان شوية. وطبعا تفضلي تضربي فيها زي ما انا شغالة كده. انا بوريكي كل حاجة عملي معاكي، ما بجريش او اعملك اي حاجة، علشان تمشي معايا خطوة بخطوتها. او بتفك معايا اهو من المية السخنة. خلي بالك انا لسه بزود، يعني هزود ميه تاني كده. بصي بعد ما فكت خالص معايا اهي، انا لسه ما حطيتش لا توابل ولا اي حاجه فيها. بصي بقت جميله جدا، ناعمه وبيضه وشكلها شيك وشكلها حلو قوي. هنحط بعد كده ايه؟ توم. هي اساسها التوم، بس تهرسي التوم قوي. فصين توم كده مهروسين زي ما انت شايفه، بس يكونوا مهروسين ناعمين، مش اللي انت معلش تيجي تاكلي لقمه السلطه تلاقي فيه توميه في بقك، لا. انا عن نفسي ما بحبهاش. اساس السلطه الطحينه، الكمون، الثوم، حبه خل، فلفل اسود. ويحبذ ما احطش فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض حطي زي ما انا حطيت كده. يعني الفلفل الاسمر بحبه للطبيخ اكتر، الحاجات الفاتحه بحط فلفل ابيض. تمام. عشان يعني ما يخليش حاجه سودا او فيها نقط سودا. وبرده ترجع حريه الاختيار ليك، عادي حطي فلفل اسود لو عندك، مش هيقولك لا. وحطيت الملح بتاعي. تمام. وبعد كده احط شويه خل، حبه بتاعت معلقه خل. يعني انا عارفه مقدرتي ايه يا جماعه، لكن انتوا بالنسبه لكم دي معلقه خل كبيره انا حطاها. لكن انت تعملي ايه بايديك، يعني بمعيار، علشان ما تبص معاكي وتبقى طعمها مزز قوي من الخل. هي معلقه خل بس بتديها تيست بس كده بسيط، اللي هي التيست مع الخل مع التومه مع الكمون، بيطفي شويه طعم التوم. تمام كده. ونقلبها حلو جدا. ونجيب بولة كده عندنا جميلة. بصوا معلقة كده، طالما المعلقة علمت فيها الطحينة اعرفي ان الطحينة بتاعتك ناجحة. خفيفة اعرفي ان الطحينة بتاعتك محتاجة تاني. وخلي بالك بتتقل، الطحينة بتتقل لما تشيلي الشوية دول كده في التلاجة وتيجي تطلعيهم اثناء الاكل هتلاقيها تقيلة معاكي. برش كده بقى شوية شطة على الوش، يعني زي البودرة كده، يعني شكلها شيك جدا. يعني نوعي، يعني خلي سفرتك جميلة. تمام. ونقوم حاطين برضو شعارات كده زيت كده، تحسي ان انتي ايه، يعني خلي ايديك خفيفة كده، مش تحطي زيت كتلة لا. يعني انا بصي بمشي ازازة الزيت اهي، يعني نقط كده زي نقط كده، اللي هي ايه بتدي شكل بس. وصحة وهنا على قلبكم. وقولوا لي انتوا عملت اكل ايه النهارده، او بتفكروا تعملوا اكل ايه يا جماعه. بصوا يعني عايزه اقول لكم بجد، والله والله صحه وهنا على اللي كلوها. بس مش هقول اكتر من كده. واللي حابب اي وصفة، اي اكلة، استنوني في مفاجآت كتير قوي 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 الفيديوهات اللي جاية لاكلات جديدة، اكلات متنوعة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا رب سفرتنا تكون عجبتكم، وعايزة اقولك هتشرفك قدام اي حد.
محتارة ليه وحاطة ايدك على خدك ليه؟ رجعتي من الشغل ومش عارفة تعملي اكل ايه؟ رجعتي من الدرس ومش عارفين نتغدى ايه؟ دي اكلة المنقذة بالنسبة لي، اكلة ال5 دقايق اللي هي مش هتاخد اي حاجة، وحلة واحدة، ولا اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنعمل مكبوس، حلة واحدة هناكل فيها كلنا وهنشبع ونقول الله عليكي. قبل اي شيء انزلي حطي لايك واشتركي في القناة، وتقولي لي بتتابعيني من اي دولة ولا من اي منطقة او من اي محافظة. يلا بينا نخش على المقادير ولا الحكاوي. عايزة اقولك شوية مكبوس او كبسة او زي ما انت حابة تقولي، بس هي مكبوس وسهلة جدا ومفلفلة. بصي مفيهاش اي افتكاسات وهتخلصيها في ثواني وهتشبعوا. يلا قومي ما تكسليش، قاعدة ليه؟ يلا قومي تنشطي معايا وخشي معايا المطبخ، هتعملي احلى اكلة هتاكلوها وتاكلوا صوابعكم وراها. بس قبل شيء، حد يعرف انا عاملة ايه النهاردة في المكبوس؟ هل هو فراخ ولا بط ولا رومي؟ اللي يقول يكتب لي في تعليق. انا مش هقول لكم انا حاطه ايه النهارده في المكبوس، بس انتي اللي هتقولي لي او انت. تمام، يلا نختبر بعض وهشوف مين اذكى واحد هيقول لي انا حاطه ايه النهارده في المكبوس بتاعي. يلا على المقادير بتاعتنا. هنحط حله على النار ونحط فيها بصلايه ومادة الدهنية بتاعتنا السمنة على الزيت. تمام، هنحط ايه؟ ورق لورا، حبهان، هيل او قرنفل، مسمار او اللهم صل على النبي هو اسمه مسمار وفي نفس الوقت اسمه قرنفل. تمام، احنا بنقول على الهيل والحبهان. تمام، هنحط ورق لومي، هنحط لومي لومي ده اللي هو المجفف، بس يا ريت تجيبيه من عطار كويس جدا مصدره موثوق منه. انا كسرت حته فيه هوريكي دلوقتي وانا بكسرها، علشان بتدي مزازه كده في الرز جميله جدا وبتوديها في حته تانية بمعنى اصح. تمام، الحاجات دي بشوحها تشويحه صغننه جدا على النار، ان هي تدي ريحه كده او تست عالي كده، تحسي ان انتي بتاكلي في مطعم. لازم تدي كده تغيير في بيتك. وبعدين يعني خلاص كلفنا وعملنا ونظبط الاكله بتاعتنا. وطبعا ما ننساش القرفه بتاعتنا الخشب. ما عندكيش قرفه خشب حطي مع نص معلقه قرفه خشب. تمام كده اهوت على كيلو الرز. ونقلب الكلام الجميل ده شويه كده ونسيبه على النار هاديه. انا ماشيه معاكي خطوه بخطوه، شوفي انا لا جريت ولا عملت علشان ايه ما تقوليش لا ده خدت وقت خدت دبكه، لا مفيش اي حاجه من دي خالص. احنا بقلب قصادك اهو ماشيه معاكي واحده واحده. يلا قومي الجدعاني قاعده ليه كده اهوت. يلا بعتي هاتي نص كيلو رز بسمتي او كيلو حسب عدد افراد العيله بتاعتك. انا قلت مش هقول انا بعمل ايه النهارده في المكبوس، انت اللي هتكتبي لي او انت. تمام، هنختبر بعضينا بقى. ونحطها كده اهوت ونرصها رصه حلوه على ظهرها من ناحيه الجلد عشان تتحمر. تمام، بعد كده هنحط ايه؟ هنحط كركم، كاري، فلفل اسمر، جوز الطيب. وما نشوحش الكركم كتير، الكركم لما بيتشوح او بيتحمر على النار يا جماعة بيمرر، فرجاء ما نشوحش الكركم كتير عشان ما يمررش معانا. تمام، يعني انا هحط الكركم مش كتير، يعني ايه مش هقلبه، لا انا حطاه على الوش زي ما انتم شايفين كده وبديله تشويحه صغننه بس مش اللي هي. وكيس صلصه صغير هنحطه او معلقه طماطم. لو عندك بطرمان هنقطع قطع مكعبات ونحطها. بص بقى الكبسة دي في ناس بتحب تعملها سبايسي يعني حراقة، وفي ناس بتعملها باردة. فانا اللي عندي ما بياكلوش الحراق. انتي ممكن تحطي قرنين فلفل او تقطعي قطع صغيرة، دي حاجة ترجع لك انتي. تمام، فانا مرضتش احط الفلفل علشان يعني ايه ما بيحبوش الفلفل عندي، انا بس اللي بحبه.
وحطيت اهي معلقة الصلصة، ورشة طبعا الفلفل الاسمر او فلفل ابيض، المتاح عندك تحطيه. انا حطيت رشة كمون صغيرة جدا مش كتيرة، ومش هتحسي بطعمها اساسا في الاكلة. تمام. ونقلبها تقليبة بسيطة كده وخفيفة، ونكون مسخنين مية علشان طبعا خلاص اوريدي الحاجة اللي احنا حاطينها اتقفل مسامتها، فما ينفعش نحط مية ساقعة، هتبقى وحشة، هتلاقيها عملت دم على طول. تمام. فانا علشان ما اعرفكيش انا بعمل ايه، مش راضية اقلب برضك الحاجة قوي. تمام. عشان اشوف بس ايه المتابعين بتوعي هيقولوا انا بعمل ايه. تمام كده. وننزل بالمية السخنة في قلب الحلة ونغطيها تغطية حلوة لما تستوي معانا قوي قوي. والله عايزة تهري النايب بتاعك اهريه، دي حاجة ترجع لك. عايزاها الواحد يمسك الحتة بتاعته كده كويسة وجميلة كان بها. الرز البسمتي بتاعتنا احنا بننقعه في مية سخنة لمدة ساعة عشان ما ياخدش سوا معانا. تمام كده. مفيش وقت عادي اغسليه وانزلي بيه، بس هنضعف المية ليه؟ علشان الرز البسمتي بياخد مية كتير، يعني كوباية على كوبايتين مية. بس في رز بسمتي عندنا في مصر هنا يا جماعة ما بياخدش مية كتير، فانتي اوريدي يبقى جنبك مية سخنة لو احتاج تديله بق صغير، ما احتاجش وخلاص انت ظبطت المية بتاعته خلاص كان بيها. طبعا انا حطيت الملح في الاخر لاني ما ينفعش احط الملح والحاجه بتتسلق، ممكن ما تستلقش، ممكن بتاخد سوا، انا ما اضمنش هي كبيره في السن ولا لا. تمام. ممكن الراجل يقولك صغيره في السن بس تاخد سوا. ماشي. وهنوطي عليه اول ما يبدا يغلي قوي، نبدا نوطي عليه علشان القعر ما يتحرقش معانا او يتلدع، لاني ما بتبقاش حلوه يعني الرز البسمتي لما بيتلدع. يعني الرز بتاعنا عادي ممكن يتاكل لكن ده لا. وتقلبيه حلو جدا وتدوقي الحيقان بتاعته. هو الرز البسمتي بياخد ملح زيادة سنة بسيطة عن الرز بتاعنا العادي. ليه؟ لان هو بيتضاعف الضعف 2، غير بتاعنا بيتضاعف ضعف 1. تمام كده. يعني ايه بيتضاعف؟ يعني بيعلى. فانتي عشان احنا شوية كشري زي الكتاب ما بيقولوا عليه، حاجة فعلا فاخر من الاخر، ولا الدق ولا شوية الحمص اللي نزلوا عليه. عايزة اقولك كشري جامد جامد جامد، ولا البصلة الذهبي اللي هخليكي تطلعيها ذهبي ومقرمشة من غير ما تتعبي فيها ولا تضايقك، ولا شوية الدقة ولا الصلصة الحمراء ولا العيش الذهبي دوت. عايزة اقولك كشري جامد. ليه بتقولوا على الكشري نشويات؟ مع ان الكشري مش نشويات خالص، فيه نسبة بروتين عالية. خلي بالكوا العدس والحمص فيهم نسبة بروتين عالية جدا. يلا نخش بينا على المقادير بتاعته. هنجيب ربع كيلو رز وربع كيلو شعرية. انا بعمل معادلة يا جماعة بين الرز والشعرية زي بتوع المحلات بره. وهتجيبي نص كيلو عدس بجبة، او نص كيلو عدس ابو حبة سمرة اللي ما يعرفوش. تمام. ونجيب بعد كده بنخش بقى على البوتاجاز على طول. والمقادير بتاعته، هنجيب حلة هنحط فيها معلقة توم كبيرة قوي بس ما نحمرهاش. هننزل بمعلقة كزبرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون. الكشري ملوش توابل، الكشري هي دي توابله اللي هي الكمون، الفلفل الاسمر، الكزبرة. وننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا. طبعا انا كنت عاملة فيديو لتخزين الصلصة قبل كده، وهترجعي له هتلاقيه. تمام. مش مخزنة، ضربي شفشقوطة وحطيه. بس خلي بالك لازم الطماطم بتاعتك تكون حمراء، لو مش حمراء حطي معلقه بابريكا، لو حمراء خلاص ما تحطيش معلقه البابريكا. تاني حاجه طبعا محمرين الشعريه بتاعتنا، وهننزل بالرز وحاطين زيت يا جماعه مش حاطين سمنه. الكشري طبيعته بيتعمل بزيت. تمام. بيتعمل بايه؟ بزيت. اللهم صل على سيدنا محمد. ونفضل نقلب فيه كل شويه ماشي لحد ايه ما نتشرب الزيت للرز والشعرية، عشان الرز والشعرية ما يعجنش معانا في قلب العدس. وهننزل بالعدس بتاعنا. العدس نوعين، في عدس بلدي وفي عدس افرنجي. لو عدس بلدي بيتنقع قبلها 4 ساعات في مية سخنة عشان يبقى استوى 3/4 سوا، عشان لما نحطه مع الرز والشعرية ونحط المية السخنة بتاعتنا بعد كده ياخد سوا كله مع بعضه. تمام.
وبعد كده نحط الملح بتاعنا وننزل عليه بالمية السخنة. انا قلت لكم كذا مرة انا بسوي الاكل بتاعنا بالمية السخنة. تمام. ونحط الملح ونحيقه تحييقة كويسة علشان ما يبقاش دلع. وبعد لما يتشرب نوطي عليه زي دمعة العين. نمشي مع بعض يا جماعة الخطوات علشان ايه ما الحاجة ما تبصي مننا. نرجع تاني نقول لازما العدس ننقعه 4 ساعات، لو عدس بلدي، لو عدس فرنجي ما بيتنقعش عشان ما بياخدش سوا. وهنقلب فيه حلو جامد قوي وهنسقيهم بمية سخنة. واول لما يتشرب المية بتاعته هنقوم نوطي عليه دمعة العين زي ما انت شايفة كده، او توطية على الاخر، اخر حاجة عندك في البوتاجاز. تمام. عفوا يا جماعة عندي دور برد شديد. انت شايفة اهوت مفيش مية الا حاجة بسيطة جدا. ونغطي ونسيبها بقى ايه لما تستوي سوا حلو. بعد كده نخش على حلة ونحط فيها مية ونسيبها لما تغلي، وبعد كده نحط معلقة الملح وننزل بالمكرونة. المكرونة دي بقى زي ما انت عايزة، مكرونة سباكيتي، مكرونة قلم، مكرونة مقصوصة، مكرونة خواتم، اللي انت حابة تحطيه حطيه، المرجح عندك حابة تحطيه. بس انا بحط بتاع المحلات. تمام كده اهوت المكرونة بتاعتهم. ونحط بعد كده شوية زيت صغيرين على المكرونة، بتاع معلقة زيت. ليه؟ عشان معلقة الزيت ديت هتخش بين المكرونات وبعضها هتبقى مفلفلة معاكي، مش هتبقى معجنة، لان انتي هتركني المكرونة على جنب وتغرفي زي المحلات. تمام كده اهوت. والمكرونة مش هنسويها تسوية جامدة، 3/4 سوا. بعد كده هنجيب العيش بتاعنا الشامي، هو بيتعمل بعيش شامي يا جماعة، او العيش السوري او الرقيقات ديت علشان تبقى مقرمشة. ونقطعها التقطيع اللي انتي حباها، في تقطيع عشوائي، في تقطيع بالمقص اللي انتي بتحكمي في مقدرة اللقمة قد ايه. انا اديتك 3 حاجات. تاني حاجة نحط الوك على النار ونسيبه لما الزيت يسخن بتاعنا علشان ما يشربش العيش، ما يشربش الزيت ويبقى تحس اللي هو تقيل على معدتك. لا، اصبري لما الزيت يتقدح، وبعد كده يعني يتقدح يعني يبقى سخن قوي او بيغلي، بس مش اللي هو يتحرق. يعني احنا هنعمل تيست للرغيف، اول ما يبدأ يتحمر تنزلي بقية العيش كلها وتطلعي كله لون واحد ذهبي زي ما انت شفتي كده. ونيجي للبصل بتاعنا نقطعه جوليان او جوانح او عصافير زي ما انت حابه الاسم. هنحط معلقه نشا او معلقتين نشا لو كميه كبيره، ونحيقه تحيقه الملح بتاعته ونقلبه. وبرضك نروح على الوك بتاعنا او الطاسه ونعمل تيست او اختبار. هنحط البصلايه عملت معاكي اللون الشكل دوت، انزلي على طول بالبصل بتاعك. ليه؟ لان الزيت بتاعنا مقدوح او سخن، او زي ما انتي عارفة في اي دولة من الدول بتاعتنا الحبايب. تمام. ونسيبه لما يحمر تحميرة اللون الذهبي زي ما انتي هتشوفي. احنا هنقلبه تقليبة دلوقتي خفيفة. النشا ما بيخليش البصل يلزق في بعضه حتى لو سبتيه شوية على جنب. زي ما انتي شفتي كده البصلة طلعت بصلتها ولونها ذهبي وشكلها حلو جدا. نيجي للدقة بتاعتنا، هنقطع طماطم، هنقطع فلفل شرايح رفيعة والطماطم نفس النظام، ونحط معلقة الثوم ومعلقة الكمون وحبة الخل وشوية وعصرة ليمونة ونقلبها التقليبة دي ونسيبهم مع بعض. اللي هم ايه، التومة تاخد من الخل ومن الليمون وتبقى طعمها حلو. هنيجي تاني معلقة التوم. الكشري هو روح الثوم والكمون والكزبرة والخل عشان تحسي ان انتي بتاكلي الكشري طعمه حلو، والليمون. تمام. مش مفيش ليمون مش مشكلة، بس اساسه الخل. تمام كده. وادي الدقة بتاعتنا. ننزل بعد كده بشوية مية دافيين. والله ما سخنتيش مية، ممكن تحطي مية عادي، بس المهم تكون مية يعني من الفلتر او حاجة زي كده علشان ما تعملش غازات معاكي. تمام. وادي الدقة بتاعتنا بقى لونها اصفر وجميلة اهوت، لان احنا بنمشي بالحاجة بالخطوات هيطلع معاكي كشري ناجح. تمام. وادي الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. وادي ادي احنا عملنا الكشري بتاعنا بأقل التكلفة، مش هيكلفك كتير.
عايزه اقولك بالصحه والهنا على قلبك، وما تنسيش في لايك وشير، وطالبين مني الحاجه الحلوه، واستنوا الفيديو الجاي على الحاجه الحلوه هنزلها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جمهور هبه. احلى مطبخ هبه لاحلى جمهور. فين الاشتراك يا جماعه؟ اشتراك في القناه دوت عايزه اقول لكم بيساعدني بجد، وبيخليني يديني حماس وطاقه اللي انا اجيب لكم كل حاجه جديده وكل افكاري اطلعها لكم. فيا ريت كل واحد فينا يتفرج على الفيديو يدوس اشتراك عشان توصل لك كل المعلومات اول باول، وغيرك يستفاد وغيرك وغيرك، يعني مش انت لوحدك تستفادي او انت لوحدك تستفاد. نيجي نشوف حكاية البطة ام برتقان. عايزة اقولك اسهل منها مش هتلاقي، واطعم منها مش هتلاقي، لان البطة ام برتقان فعلا وصفاتها جميلة جدا وطعمها خيال. وزي ما انت شفتي الجلدة بتاعتها، بصي انا مخليها مورقة، هخليكي تخليها يعني ما فيهاش نقطة دهنة او الجلد بتاع البطة السميك ده اللي انتوا عارفينه. بس نمشي بالخطوات بتاعتنا. الاول هننقعها في محلول الملح بتاعنا، اللي هو المحلول بتاعها اللي هو ايه، الدقيق والملح والجنزبيل، على قد ما تحطي ساعتين 3 ساعات وتشيليها تطلع معاكي زي الفل وزي القشطه. نيجي للبهارات بتاعتنا، هنجيب بوله طبق المتاح عندك، معلقه فلفل اسمر، معلقه جنزبيل، معلقه بابريكا، معلقه بهارات الفراخ، معلقتين سكر او معلقه عسل نحل. ما عندكيش معلقه عسل نحل، حطي معلقتين سكر مش هتعملك اي حاجه. ونحط الملح بتاعنا. تمام كده اهوت، وهنقلبهم مع بعض تقليبه حلوه. بس في سر بقى من اسرار البطه ام برتقان، علشان تطلع معاكي حمرة زي كده ومقرمشه والدهون بتاعتها نازله، هنجيب اكياس صلصه من السوبر ماركت، او لو عندك بطرمان صلصه هناخد منه معلقتين كبار. معلقتين كبار. تمام. لو انتي الصلصه بتاعتك بتاعت بيتك حمرا واثقه في مية اللي هي تبقى حمرا اللون ده اللي انتي شايفاه، تمام، تحطي منها 3 معالق 4 معالق، لان انا عارفه ان هي برضو مش هتطلع القوام بتاعت الصلصه ديت. تمام كده. بعد ما بنحط الصلصه ديت، طبعا احنا حاطين السكر اوريدي بتاع المعدل الحمض بتاع الصلصه. هنجيب برتقانتين صغيرين نعصرهم، لو هم طراي هيعصروا معاكي كده على طول زي ما انا عملت معايا. لو هي ناشفه هتعصرهم في العصاره، او اي حاجه عندك متاحه ان انت تعصري البرتقال بتاعك. تمام. فالبرتقال الصيفي بتاع الايام دي ماشي يعني، وطري وحلو ومليان ميه. فانا عصرت برتقانتين الصراحه، تمام كده، صغيرين، لان البرتقانه الصغيره يعني مش كافيه قوي. وهنقلبهم تقليبه حلوه قوي وندمجهم مع بعض. تمام كده. ونحط معلقه سمنه. والله ما عندكيش سمنه حطي معلقه زيت. عندك الخلطه اللي انا كنت منزلاها في فيديو قبل كده اللي انا مندمجه السمنه مع الزيت، حطي معلقتين منهم، هيكون افضل طبعا واحسن. السمنه بتعمل ايه؟ بتدي لمعه، او الزيت بيدي لمعه لجلده البطه زي ما انت شفتي في بدايه الفيديو. تمام كده اهوت. هنقلب الكلام الجميل ده مع بعض حلو قوي قوي، او بعد ما نقلبه هننزل بقى بالسمنه بتاعتنا عليها، او الزيت او السمنه على الزيت بتاعها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم هي سهله وبسيطه وما تعقديش نفسك في الاكل. فنني حبي اكلك، يعني حسي ان انت بتعملي حاجه فعلا بتحبيها. تمام. بس وادي حطينا اهو السمنه اهو، معلقه مش كتير يعني، هي معلقه زي معلقه الرز كده اهو. تمام. ونقلبهم مع بعض. وهنجيب البطه بتاعتنا في صينيه، في الحاجه المتاحه ليكي. بصي المحلول خلاها ايه، قشطه، ما فيهاش كلام. والبرتقال ده بقى اللي هنزين بيه ان شاء الله. بس ايه يعني، انت شايفه البطه قصادك اهيت، يعني بتتكلم عن نفسها. طبعا المحلول هنعمل لها مساج. انت شفتي المساج، احنا هنعمل البطه مساج. تمام كده. بس ما نفتحش بسكينه، ما نفتحش باي حاجه، عشان اللحمه بتاعتنا من جوه تبقى حمراء وجميله كده اهوت، وتحسي ان انتي من بره مقرمشه ومن جوه طريه وطعمها كده مسكر كده. تمام. انا طبعا بدلكها من جوه ومن بره وكل الجهات، حتى حطيت شويه جوه زي ما انت شفتي. طبعا انا بستخدم ايدي، مش لابسه جلافز ولا اي حاجه، لاني طبعا اوريدي جنب الحنفيه يا جماعه، كل بشويه بغسل ايدي وشغاله يعني.
الجلافز بلبسه الحاجات اللي هي يعني ايه الريحه ما بتروحش من الايد بمعنى اصح. تمام. ونمشي مع بعض بالخطوات وما تقلقوش. طبعا كالعاده النور قطع وانا بسجل الفويس بتاعي. تمام. وابني طبعا خافوا يا ماما ومش يا ماما، فالحمد لله على كل شيء. طبعا احنا هنا بعد ما عملنا للبطه مساج ودهناها حطيناها في الصينيه بتاعتنا وحطينا فيها بقيه المكونات بتاعتها علشان تنزل فيها برضو وتاخد وتدي مع نفسها، وحطيت الرقبه جنبها عادي ده الطبيعي. تمام. بصوا اللون، يعني لونها انا مش عارفه اوصف لكم اللون اكتر من هو حاجه جميله. هنجيب بقى نعمل ايه، كوبايه ميه في قلب البوله اللي احنا كنا حاطين فيها الحاجات الجميله ديت ونحطها في الصينيه من تحت. ليه؟ عشان البطه الميه دي هتعمل زي بخار، الجلد ما ينشفش، اللحمه ما تنشفش معانا. تمام. هنا طبعا هنجيب ورقه الزبده هنعوصها زيت علشان ورقه الزبده ما تلزقش على الجلده، وتيجي تشيلي ورقه الزبده تلاقي الجلد طلع في ورقه الزبده. ده شيء اساسي جدا يا جماعه في ورقه الزبده. تمام كده. وتكشكشيها وتعمليها مع بعضها. تمام. وتحطيها زي ما انا حطيتها كده، وتجيبي ورقه الفويل بتاعتك تحطيها عليها وتلفيها. عايزه اقولك تكمريها حلو قوي علشان ما تطلعش بخار. انا عايزه البخار بتاع الميه يسوي البطه من جوه. تمام كده. وهنلفها كذا لفه كويسه جدا. بس واحنا بنلف كده نشغل الفرن عشان عايزه الفرن يبقى سخن. ليه؟ عشان يعمل صدمه للحاجة، ما تديش فرصة للبطة اللي هي تنزل دم او تنزل حاجة من جوه. لا، السخونية تسخن المية بسرعة تقوم قافلة المسام بتاعة البطة تطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفة ده. وبصي الصوص اللي نازل منها في قعر الصينية او في اي كان اللي انت حطاه فيها. طبعا احنا عشان نشوف طبعا استوت ولا لا، هو باينه ان هي مستويه طبعا من الرجول بتاعتها او فصلة اللحمه من العظم. هناخد من الصوص بتاعها اللي في القعر ده ونحط ايه على البطة من الوش تاني، ونرجع ندخلها الفرن عشان تاخد اللون الذهبي. بصي الصوص بتاعها عايزه اقولك خطير جدا جدا. لما تسقي بيه رز بسمتي او رز او تعملي بيه اي حاجة تانية، بس هيكون تقيل معاكي سنة. تمام. لان احنا طبيعي نزلنا الدهون اللي في البطة كلها، يعني اصبح البطة ما فيهاش دهون. تمام. يعني هتاكليها وانتي مرتاحة، حتى لو اطفالك ما بيحبوهاش، اختك، اي حد ما بيحبهاش، اخوكي، جوزك، ابوكي، امك، هيحبوها. ليه؟ لان انتي خلاص فصلت الدهون منها وبقت حاجة فاخر من الاخر. تمام. هنيجي للرز البسمتي بتاعنا. حطينا طبعا السمنة والزيت وورق الرورة والقرنفل، اي حاجة من الحبهان انتي حابة تحطيه حطيه. وهنشوحه تشويحة حلوة قوي عشان عرفتك كذا مرة وهرجع اقولها تاني يا جماعة، عشان الرز يشرب من المادة الدهنية اللي احنا حاطينها، عشان لما نحط المية ونسخن ونسويه، اسفة، يستوي بسرعة معاكي ويبقى الرز اللي تحت زي اللي فوق طبعا. ونحط الملح ونحط المية السخنة بتاعتنا، بس مش هنملى مية، يعني مش هنسويه تسوية جامدة. ليه؟ لان انا عاملة كوباية فيها زعفران بودر، وطبعا زعفران التاني، بس التاني طلع غالي شوية. فانتي لو عارفة حد كويس بيبيعه كويس اشتريه. ما تستخسريش في نفسك الاكلة. هاتيها هي اكلة اتحسبت عليكي كده كده، اتحسبت عليكي اوريدي. تمام. فلازما العين بتاكل قبل البق طبعا زي ما بيقولوا كده. فلما حاجتك بتطلع شكلها حلو كطعم حلو كمان، الناس بتبقى مبسوطة، او انتي مبسوطة مرتاحة نفسيا اللي انتي عملتي اكلة حلوة. تمام. بس وهتسيبيها كده اهوت لما تتغطى، تشرب المية اللي فيها ديت، وهتنزلي ببودرة الزعفران عليها وتمام. يعني مش هنحط ايه، يعني زي ما انت شايفه كده. بصي الشرب خلاص، بس هو لسه ما استواش. الكوبايه اللي انا بحطها دي اللي كنت المفروض حطيتها في الاول، لا انا حطيتها دلوقتي. ليه؟ علشان هي دي اللي ناقصاهم. بس خلي بالكم في زعفران بيضحك عليكم فيه،
وادي هنا الشكل بتاعنا، بصي مفلفل ازاي وجميل. عايزه اقولك يعني مفيش رزايه لازقه في الحله، عشان قلتلك ايه، لازما الرز ينزل معاكي مفلفل زي ما انت شايفه كده اهوت. وبالصحه والهنا على قلبكم، ويا رب يا رب يكون. زهقتي من الطبيخ؟ زهقتي من الروتين العادي بتاع كل يوم؟ نفسك تعملي صينيه لضيوفك تعجبهم وتستها عالي ويقولك تسلم ايدك؟ عايزه اقولك يعني شويه مشاوي فعلا فعلا حكايه، مش هتتعبي كتير ومش هتضايقي كتير فيها، وما فيهاش افتكاسات خالص. تمام. اللحمه دي عامه انتوا سالتوني كتير جدا جدا جدا، والناس بعتت لي كومنتس كتير جدا جدا، انتي بتعملي ازاي اللحمه دي، فين مقاديرها، فين وصفتها؟ يا جماعه هي ما فيهاش افتكاسات، هي طاجن، بس طاجن فخار، يعني فخار نضيف، او سي اللي انتي حباه. لو حتى اللي بيلمع من جوه هيمشي معاكي برضو، بس انا بحب الطواجن القديمه، يعني اللي هي انتي اللي بتعمليها في البيت. تمام. انا بجيب اللحمه بتاعتي، ان كانت ما بتاخدش سوا او بتاخد سوا كتير هقولك الطريقتين. تمام. اللحمه اللي بتاخد سوا هقولك هنحط لها ايه، واللحمه اللي ما بتاخدش سوا برضو هقولك. كملي معايا الفيديو للاخر. تمام. بس قبل شيء متنسيش تحط اللايك، الاشتراك، بتتابعني من اني بلد، وانا اتشرف جدا جدا بكل اللي بيتابعوني وكل اللي بيشتركوا في قناتي، على عيني وراسي من فوق. واي شيء حابين تكلموني فيه كلموني، زي اللحمه دي كده برضك ما الكل يكلمني فيها. انا حطيت اللحمه قصادكم كده، والله ما حاطه فيها اي شيء تاني، ولا حاطه ملح ولا حاطه فلفل اسود ولا حاطه اي شيء من التوابل. اللحمه بتبقى تستاهل عالي جدا وطعمها حلو جدا من غير ما بتحطي التوابل بتاعتها. تمام. طيب انا زي ما انت شايفه كده ماشيه، عوزت الطاجن بس حته سمنه، وبعد كده اهوت رصيت اللحمه بتاعتي. طب انا خايفه ان اللحمه بتاعتي بتاخد سوا، اعمل ايه؟ كوبايه ميه زي ما انت شايفه كده اهوت هحطها قصادك. ماشي. طب انا اللحمه بتاعتي ما بتاخدش سوا خالص و10 دقايق وبتبقى حلوه، يبقى ما احطش ميه، كفايه الماده الدهنيه اللي انا حطاها وحته اللي انا حطاها او الدهون اللي في اللحمه. تمام. اكون مسخنه الفرن قبلها ب10 دقايق او ربع ساعه، ان الفرن بتاعي يكون حامي. ده اساس اللحمه بتاعتنا، اساس الطاجن. تمام. طبعا انا عندي غطا دوت اغطيها واحطها، لانها مش هتطلع بخار. ما عنديش غطا، طب ورقه زبده وورقه فويل، وندهن ورقه الزبده حته سمنه او حته زيت عشان اللحمه ما تلزقش فيها. لو غويتها يبقى مش لازما ان انت تدهنيها، وهتستوي معاكي وتطلع بالمنظر اللي انت شايفه الصوص بتاعها ده. عايزه اقولك خطير خطير خطير، والله طعمه حكايه. تمام. عفوا. نقوم عاملين ايه؟ كوبايه فيها شويه ميه، ونحط فيها معلقه بودره زعفران، ونعصي اللحمه بتاعتنا، بتوديها في حته تانية خالص، اكنك روحتي اشهر محلات اللي معروفه عندنا هنا في مصر. تمام كده. وبعد كده ندخلها الفرن، هتدي تست عالي خالص. طبعا عايزين بقى نعمل فراخ مشويه. دي ميه بصل، ميه بصل بتاعت كفته، فاضت منك اي حاجه. حاطين فيها كيس صلصه قصادك اهو، هحط فيها زيت، فلفل اسمر، جنزبيل، هي قطعت من الحته دي معلش عفوا. هنحط بقى هنا قصادك اللي انا ايه نسيت احطها عامه، هنحط معلقتين بهارات المشاوي. عايزه اقولك النوع ده نضيف جدا جدا، انا مش بعمل دعايه عنه والله ولا اي حاجه، بس انا الحاجه اللي بتعجبني انا بقولها لكم يا جماعه، ربما تكون قصادكم وتجيبوها. لو ما ظهرش الاسم ممكن اكتب لكم على الخاص لو حد يكلمني يعني، او قال لي البهارات اللي انت حطيتيها دي ايه. بجد ادت تست عالي جدا، ادت ريحه عايزه اقولك قلبت الشقه، وادت طعم جبار. تمام. هنقلبها حلو جدا، ونقطع الفرخه بتاعتنا تقطيع عشوائي، تقطيع صغير زي ما انت حابه. هنجيب صينيه، عندك طاجن حطي فيه، عندك صينيه حطي فيها. طب عندي صينيه ألمونيا ادهنها ماده دهنيه عشان ما تلزقش فيها. تمام. لازما الماده الدهنيه بتعمل عازل للحاجه.
طب انا خايفه تلزق اكتر، حطي في قعر الحله الصينيه الالومنيا ورقه زبده، مش هتلزق معاكي خالص. تمام كده. انا برص الفرخه بتاعتي اللي انا قطعتها تقطيع صغير عشان طبعا الصوص يخش في جميع الجهات بتاعتها، وايه ونعملها حلو يعني، نرصها رصه عشوائيه براحتك جدا. تمام. وهندهنها من على الوش. تمام. ونحط بقيه الصوص فين؟ في الصينيه. ليه هنحط بقيه الصوص؟ لان احنا من تحت ما دهناش حاجه، فاوريدي الصوص بتاعنا هينزل من تحت. بصي شربي فوق اهم حاجه جامد قوي عشان مفيش حته تشرب وحته لا. مش هغطيها ولا اي حاجه طالما الفرخه بتاعتنا ما بتاخدش سوا، لان في فرخه على فكره بتاخد سوا البلدي او كده، الاحمر او الابيض ما بياخدش سوا قوي. تمام. فتفضلي تعصي كده بالفرشه بتاعتك او بايدك، ايا كان الحاجه اللي عندك متاح بيها اعمليها. احنا طبعا في البيت وايدينا في الميه على طول وفي الحاجه. بصي انا رشتها اهيت، وترجعيها فين؟ في الفرن. طبعا الفرن يكون حامي، الفرن يكون حامي يا جماعة للمشاوي. ليه؟ الفرن لما بندخل الحاجة سخنة فيه بيعمل صدمة، بتقفل المسام اللحمة بتاعتنا، ما بتنزلش مية، وتبقي تحسي ان الحاجة كده مهمطة. نيجي لسلطة الطحينة. سلطة الطحينة دي أساسية من زمن الزمن، فيها افتكاسات وفيها تغيرات، وكل واحد حسب الطعم بتاعه. بس المشاوي اللي احنا عاملينها ما ينفعش معاها الا السلطة دي. طبعا الطحينة عندك كلكعت ونشفت في اخر البطرمان او اي حاجة، شوية مية سخنة وتقومي حطها فيها. ليه المية السخنة؟ بتعمل عملية ذوبان شوية. وطبعا تفضلي تضربي فيها زي ما انا شغالة كده، انا بوريكي كل حاجة عملي معاكي، ما بجريش او اعملك اي حاجة علشان تمشي معايا خطوة بخطوتها. او بتفك معايا اهو من المية السخنة. خلي بالك انا لسه بزود، يعني هزود ميه تاني كده. بصي بعد ما فكت خالص معايا اهي، انا لسه ما حطيتش لا توابل ولا اي حاجه فيها. بصي بقت جميله جدا، ناعمه وبيضه وشكلها شيك وشكلها حلو قوي. هنحط بعد كده ايه؟ توم. هي اساسها التوم، بس تهرسي التوم قوي. فصين توم كده مهروسين زي ما انت شايفه، بس يكونوا مهروسين ناعمين، مش اللي انت معلش تيجي تاكلي لقمه السلطه تلاقي فيه توميه في بقك، لا. انا عن نفسي ما بحبهاش. اساس السلطه الطحينه الكمون، الثوم، حبه خل، فلفل اسود، ويحبذ ما احطش فلفل اسود، لو عندك فلفل ابيض حطي زي ما انا حطيت كده. يعني الفلفل الاسمر بحبه للطبيخ اكتر، الحاجات الفاتحه بحط فلفل ابيض. تمام. عشان يعني ما يخليش حاجه سودا او فيها نقط سودا. وبرده ترجع حريه الاختيار ليك، عادي حطي فلفل اسود لو عندك، مش هيقولك لا. وحطيت الملح بتاعي. تمام. وبعد كده احط شويه خل، حبه بتاعت معلقه خل. يعني انا عارفه مقدرتي ايه يا جماعه، لكن انتوا بالنسبه لكم دي معلقه خل كبيره انا حطاها، لكن انت تعملي ايه بايديك يعني بمعيار، علشان ما تبص معاكي وتبقى طعمها مزز قوي من الخل. هي معلقه خل بس بتديها تيست بس كده بسيط، اللي هي التست مع الخل مع التومه مع الكمون، بيطفي شويه طعم التوم. تمام كده. ونقلبها حلو جدا. ونجيب بوله كده عندنا جميله، بصوا معلقه كده، طالما المعلقه علمت فيها الطحينه اعرفي ان الطحينه بتاعتك ناجحه. خفيفه اعرفي ان الطحينه بتاعتك محتاجه تاني. وخلي بالك بتتقل الطحينه، بتتقل لما تشيلي الشويه دول كده في التلاجة وتيجي تطلعيهم اثناء الاكل هتلاقيها تقيله معاكي. برش كده بقى شويه شطه على الوش، يعني زي البودره كده، يعني شكلها شيك جدا. يعني نوعي، يعني خلي سفرتك جميله. تمام. ونقوم حاطين برضو شعرات كده زيت كده، تحسي ان انتي ايه، يعني خلي ايدك خفيفه كده، مش تحطي زيت كتله لا. يعني انا بصي بمشي ازازه الزيت اهي، يعني نقط كده زي نقط كده اللي هي ايه بتدي شكل بس. وصحه وهنا على قلبكم. وقولوا لي انتوا عملتوا اكل ايه النهارده، او بتفكروا تعملوا اكل ايه يا جماعه. بصوا يعني عايزه اقول لكم بجد والله والله صحه وهنا على اللي كلوها، بس مش هقول اكتر من كده. واللي حابب اي وصفه، اي اكله،
استنوني في مفاجآت كتير قوي 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 الفيديوهات اللي جايه لاكلات جديده، اكلات متنوعه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويا رب سفرتنا تكون عجبتكم، وعايزه اقولك هتشرفك قدام اي حد. محتارة ليه وحاطة ايدك على خدك ليه؟ رجعتي من الشغل ومش عارفة تعملي اكل ايه؟ رجعتي من الدرس ومش عارفين نتغدى ايه؟ دي اكلة المنقذة بالنسبة لي، اكلة ال5 دقايق اللي هي مش هتاخد اي حاجة، وحلة واحدة ولا اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنعمل مكبوس، حلة واحدة هناكل فيها كلنا وهنشبع ونقول الله عليكي. قبل اي شيء انزلي حطي لايك واشتركي في القناة، وتقولي لي بتتابعيني من انهي دولة ولا من اي منطقة او من اي محافظة. يلا بينا نخش على المقادير ولا الحكاوي. عايزة اقولك شوية مكبوس او كبسة او زي ما انت حابة تقولي، بس هي مكبوس وسهلة جدا ومفلفلة. بصي مفيهاش اي افتكاسات، وهتخلصيها في ثواني وهتشبعوا. يلا قومي ما تكسليش، قاعده ليه؟ يلا قومي تنشطي معايا وخشي معايا المطبخ، هتعملي احلى اكله هتاكلوها وتاكلوا صوابعكم وراها. بس قبل شيء، حد يعرف انا عامله ايه النهارده في المكبوس؟ هل هو فراخ ولا بط ولا رومي؟ اللي يقول يكتب لي في تعليق. انا مش هقول لكم انا حاطه ايه النهارده في المكبوس، بس انتي اللي هتقولي لي او انت. تمام، يلا نختبر بعض وهشوف مين اذكى واحد هيقول لي انا حاطه ايه النهارده في المكبوس بتاعي. يلا على المقادير بتاعتنا. هنحط حله على النار ونحط فيها بصلايه، وماده الدهنيه بتاعتنا السمنه على الزيت. تمام، هنحط ايه؟ ورق لورا، حبهان، هيل او قرنفل، مسمار او اللهم صل على النبي هو اسمه مسمار وفي نفس الوقت اسمه قرنفل. تمام، احنا بنقول على الهيل والحبهان. تمام، هنحط ورق لومي، هنحط لومي. لومي ده اللي هو المجفف، بس يا ريت تجيبيه من عطار كويس جدا مصدره موثوق منه. انا كسرت حته فيه هوريكي دلوقتي وانا بكسرها، علشان بتدي مزازة كده في الرز جميلة جدا وبتوديها في حتة تانية بمعنى أصح. تمام، الحاجات دي بشوحها تشويحة صغننة جدا على النار، ان هي تدي ريحة كده او تست عالي كده، تحسي ان انتي بتاكلي في مطعم. لازم تدي كده تغيير في بيتك. وبعدين يعني خلاص كلفنا وعملنا ونظبط الأكلة بتاعتنا. وطبعا ما ننساش القرفة بتاعتنا الخشب. ما عندكيش قرفة خشب، حطي مع نص معلقة قرفة خشب. تمام كده اهوت على كيلو الرز.
ونقلب الكلام الجميل ده شوية كده ونسيبه على النار هادية. انا ماشية معاكي خطوة بخطوة. شوفي انا لا جريت ولا عملت علشان ايه ما تقوليش لا ده خدت وقت، خدت ده بكى، لا مفيش اي حاجة من دي خالص. احنا بقلب قصادك اهو ماشية معاكي واحدة واحدة. يلا قومي الجدعاني قاعدة ليه كده اهوت. يلا بعتي هاتي نص كيلو رز بسمتي او كيلو حسب عدد افراد العيلة بتاعتك. انا قلت مش هقول انا بعمل ايه النهارده في المكبوس، انت اللي هتكتبي لي او انت. تمام، هنختبر بعضينا بقى. ونحطها كده اهوت ونرصها رصه حلوه على ظهرها من ناحيه الجلد عشان تتحمر. تمام. بعد كده هنحط ايه؟ هنحط كركم، كاري، فلفل اسمر، جوز الطيب. وما نشوحش الكركم كتير. الكركم لما بيتشوح او بيتحمر على النار يا جماعة بيمرر، فرجاء ما نشوحش الكركم كتير عشان ما يمررش معانا. تمام، يعني انا هحط الكركم مش كتير، يعني ايه مش هقلبه، لا انا حطاه على الوش زي ما انتم شايفين كده وبديله تشويحه صغننه بس مش اللي هي. وكيس صلصه صغير هنحطه او معلقه طماطم. لو عندك بطرمان هنقطع قطع مكعبات ونحطها. بص بقى الكبسة دي في ناس بتحب تعملها سبايسي يعني حراقة، وفي ناس بتعملها باردة. فانا اللي عندي ما بياكلوش الحراق. انتي ممكن تحطي قرنين فلفل او تقطعي قطع صغيرة، دي حاجة ترجع لك انتي. تمام. فانا مرضتش احط الفلفل علشان يعني ايه ما بيحبوش الفلفل عندي، انا بس اللي بحبه. وحطيت اهي معلقة الصلصة ورشة طبعا الفلفل الاسمر او فلفل ابيض، المتاح عندك تحطيه. انا حطيت رشة كمون صغيرة جدا مش كتيرة ومش هتحسي بطعمها اساسا في الاكلة. تمام. ونقلبها تقليبة بسيطة كده وخفيفة، ونكون مسخنين مية علشان طبعا خلاص اوريدي الحاجة اللي احنا حاطينها اتقفل مسامتها، فما ينفعش نحط مية ساقعة هتبقى وحشة، هتلاقيها عملت دم على طول. تمام. فانا علشان ما اعرفكيش انا بعمل ايه مش راضية اقلب برضك الحاجة قوي. تمام، عشان اشوف بس ايه المتابعين بتوعي هيقولوا انا بعمل ايه. تمام كده. وننزل بالمية السخنة في قلب الحلة ونغطيها تغطية حلوة لما تستوي معانا قوي قوي. والله عايزة تهري النايب بتاعك اهريه، دي حاجة ترجع لك. عايزاها الواحد يمسك الحتة بتاعته كده كويسة وجميلة كان بها. الرز البسمتي بتاعتنا احنا بننقعه في مية سخنة لمدة ساعة عشان ما ياخدش سوا معانا. تمام كده، مفيش وقت عادي اغسليه وانزلي بيه، بس هنضعف المية ليه؟ علشان الرز البسمتي بياخد مية كتير، يعني كوباية على كوبايتين مية. بس في رز بسمتي عندنا في مصر هنا يا جماعة ما بياخدش مية كتير. فانتي اوريدي يبقى جنبك مية سخنة لو احتاج تديله بق صغير، ما احتاجش وخلاص انت ظبطت المية بتاعته خلاص كان بيها. طبعا انا حطيت الملح في الاخر لاني ما ينفعش احط الملح والحاجه بتتسلق، ممكن ما تستلقش، ممكن بتاخد سوا، انا ما اضمنش هي كبيره في السن ولا لا. تمام، ممكن الراجل يقولك صغيره في السن بس تاخد سوا. ماشي. وهنوطي عليه اول ما يبدا يغلي قوي، نبدا نوطي عليه علشان القعر ما يتحرقش معانا او يتلدع، لاني ما بتبقاش حلوه يعني الرز البسمتي لما بيتلدع. يعني الرز بتاعنا عادي ممكن يتاكل لكن ده لا. وتقلبيه حلو جدا وتدوقي الحيقان بتاعته. هو الرز البسمتي بياخد ملح زيادة سنة بسيطة عن الرز بتاعنا العادي. ليه؟ لان هو بيتضاعف الضعف 2، غير بتاعنا بيتضاعف ضعف 1. تمام كده. يعني ايه بيتضاعف؟ يعني بيعلى. فانتي عشان احنا شوية كشري زي الكتاب ما بيقولوا عليه، حاجة فعلا فاخر من الاخر. ولا الدق ولا شوية الحمص اللي نزلوا عليه، عايزة اقولك كشري جامد جامد جامد. ولا البصلة الذهبي اللي هخليك تطلعيها ذهبي ومقرمشة من غير ما تتعبي فيها ولا تضايقك. ولا شوية الدقة ولا الصلصة الحمراء ولا العيش الذهبي دوت. عايزة اقولك كشري جامد. ليه بتقولوا على الكشري نشويات؟ مع ان الكشري مش نشويات خالص، فيه نسبة بروتين عالية. خلي بالكوا العدس والحمص فيهم نسبة بروتين عالية جدا.
يلا نخش بينا على المقادير بتاعته. هنجيب ربع كيلو رز وربع كيلو شعرية. انا بعمل معادلة يا جماعة بين الرز والشعرية زي بتوع المحلات بره. وهتجيبي نص كيلو عدس بجبة او نص كيلو عدس ابو حبة سمرة اللي ما يعرفوش. تمام. ونجيب بعد كده بنخش بقى على البوتاجاز على طول والمقادير بتاعته. هنجيب حلة هنحط فيها معلقة توم كبيرة قوي بس ما نحمرهاش. هننزل بمعلقة كزبرة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كمون. الكشري ملوش توابل، الكشري هي دي توابله اللي هي الكمون، الفلفل الاسمر، الكزبرة. وننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا. طبعا انا كنت عاملة فيديو لتخزين الصلصة قبل كده وهترجعي له هتلاقيه. تمام. مش مخزنة، ضربي شاف شقوطة وحطيه. بس خلي بالك لازم الطماطم بتاعتك تكون حمراء، لو مش حمراء حطي معلقة بابريكا، لو حمراء خلاص ما تحطيش معلقة البابريكا. تاني حاجة طبعا محمرين الشعرية بتاعتنا وهننزل بالرز وحاطين زيت يا جماعة مش حاطين سمنة. الكشري طبيعته بيتعمل بزيت. تمام. بيتعمل بايه؟ بزيت. اللهم صل على سيدنا محمد. ونفضل نقلب فيه كل شوية ماشي لحد ايه ما نتشرب الزيت للرز والشعرية عشان الرز والشعرية ما يعجنش معانا في قلب العدس. وهننزل بالعدس بتاعنا. العدس نوعين، في عدس بلدي وفي عدس افرنجي. لو عدس بلدي بيتنقع قبلها 4 ساعات في مية سخنة عشان يبقى استوى 3/4 سوا، عشان لما نحطه مع رز والشعرية ونحط المية السخنة بتاعتنا بعد كده ياخد سوا كله مع بعضه. تمام. وبعد كده نحط الملح بتاعنا وننزل عليه بالمية السخنة. انا قلت لكم كذا مرة انا بسوي الاكل بتاعنا بالمية السخنة. تمام. ونحط الملح ونحيقه تحييقة كويسة علشان ما يبقاش دلع. وبعد لما يتشرب نوطي عليه زي دمعة العين. نمشي مع بعض يا جماعة الخطوات علشان ايه ما الحاجة ما تبصي مننا. نرجع تاني نقول لازما العدس ننقعه 4 ساعات لو عدس بلدي، لو عدس فرنجي ما بيتنقعش عشان ما بياخدش سوا. وهنقلب فيه حلو جامد قوي وهنسقيهم بمية سخنة. واول لما يتشرب المية بتاعته هنقوم نوطي عليه دمعة العين زي ما انت شايفة كده او توطية على الاخر، اخر حاجة عندك في البوتاجاز. تمام. عفوا يا جماعة عندي دور برد شديد. انت شايفة اهوت مفيش مية الا حاجة بسيطة جدا. ونغطي ونسيبها بقى ايه لما تستوي سوا حلو. بعد كده نخش على حلة ونحط فيها مية ونسيبها لما تغلي. وبعد كده نحط معلقة الملح وننزل بالمكرونة. المكرونة دي بقى زي ما انت عايزة، مكرونة سباكيتي، مكرونة قلم، مكرونة مقصوصة، مكرونة خواتم، اللي انت حابة تحطيه حطيه، المرجح عندك حابة تحطيه. بس انا بحط بتاع المحلات. تمام كده اهوت المكرونة بتاعتهم. ونحط بعد كده شوية زيت صغيرين على المكرونة بتاع معلقة زيت. ليه؟ عشان معلقة الزيت ديت هتخش بين المكرونات وبعضها هتبقى مفلفلة معاكي مش هتبقى معجنة، لان انتي هتركني المكرونة على جنب وتغرفي زي المحلات. تمام كده اهوت. والمكرونة مش هنسويها تسوية جامدة 3/4 سوا. بعد كده هنجيب العيش بتاعنا الشامي، هو بيتعمل بعيش شامي يا جماعة او العيش السوري او الرقيقات ديت علشان تبقى مقرمشة. ونقطعها التقطيع اللي انتي حباها، في تقطيع عشوائي، في تقطيع بالمقص اللي انتي بتحكمي في مقدرة اللقمة قد ايه. انا اديتك 3 حاجات. تاني حاجة نحط الوك على النار ونسيبه لما الزيت يسخن بتاعنا علشان ما يشربش العيش، ما يشربش الزيت ويبقى تحس اللي هو تقيل على معدتك. لا، اصبري لما الزيت يتقدح. وبعد كده يعني يتقدح يعني يبقى سخن قوي او بيغلي، بس مش اللي هو يتحرق. يعني احنا هنعمل تيست للرغيف اول ما يبدأ يتحمر تنزلي بقية العيش كلها وتطلعي كله لون واحد ذهبي زي ما انت شفتي كده. ونيجي للبصل بتاعنا نقطعه جوليان او جوانح او عصافير زي ما انت حابه الاسم. هنحط معلقه نشا او معلقتين نشا لو كميه كبيره ونحيقه تحيقه الملح بتاعته ونقلبه. وبرضك نروح على الوك بتاعنا او الطاسه ونعمل تيست او اختبار. هنحط البصلايه عملت معاكي اللون الشكل دوت انزلي على طول بالبصل بتاعك.
ليه؟ لان الزيت بتاعنا مقدوح او سخن، او زي ما انتي عارفة في اي دولة من الدول بتاعتنا الحبايب. تمام، ونسيبه لما يحمر تحميرة اللون الذهبي. زي ما انتي هتشوفي احنا هنقلبه تقليبة دلوقتي خفيفة. النشا ما بيخليش البصل يلزق في بعضه حتى لو سبتيه شوية على جنب. زي ما انتي شفتي كده البصلة طالعة ببصلتها ولونها ذهبي وشكلها حلو جدا. نيجي للدقة بتاعتنا، هنقطع طماطم، هنقطع فلفل شرايح رفيعة والطماطم نفس النظام، ونحط معلقة الثوم ومعلقة الكمون وحبة الخل وشوية وعصرة ليمونة، ونقلبها التقليبة دي ونسيبهم مع بعض اللي هم ايه، التومة تاخد من الخل ومن الليمون وتبقى طعمها حلو. هنيجي تاني معلقة التوم. الكشري هو روح